إن شاء الله هنتكلم عن كوبرنيتس. هنبتدي إن إحنا نفهم ليه هو موجود، وهنبتدي إن إحنا نشوف إمتى نستخدمه وإمتى ما نستخدموش، والuse cases بتاعته. هنبتدي إن إحنا نتكلم الأول في أول session أو 2 session عن حاجات نظرية شوية، لكن بعد كده أوعدكم إن إحنا هنركز على أمثلة عملية بحيث إن أنت تتقن الموضوع وتشتغل فيه بإيدك. تمام؟ تعالوا هنا كده نبتدي في أول حاجة هنتكلم عليها النهاردة، ألا وهي ليه كوبرنيتس. الحقيقة لو إحنا رجعنا كده للأيام ما قبل الكوبرنيتس، لو أنت راجل شغال عندك اي كوميرس ابلكيشن، تمام، والاي كوميرس ابلكيشن دوت كان شغال وليكن مايكرو سيرفيس، فانت عندك سيرفيسز كتيره، والسيرفيسز كتيره اللي انت شغال عليها خلونا نقسمها. مثلا عندنا مجموعه سيرفيس، خلينا الاول واحده اللي هي الاوثنتيكيشن سيرفيس، تمام، وتاني سيرفيس اللي هي الدليفري سيرفيس والاوردر سيرفيس، واخر واحده وليكن البيمنت سيرفيس. في الحقيقه ده اصلا يعني مثال بسيط خالص بيأكد لك ان احنا عندنا كل الكلام دوت على سيرفر واحد، تمام، وكل الحاجات اللي موجوده عندنا ديت موجوده على دوكر كونتينرز. المشكله اللي بدأت تحصل عندك ان انت كويب سايت او كبلاتفورم بتاع اي كوميرس بدأ عندك عدد اليوزر ان هو يزيد جدا، بدأ ان انت ما تستحملش، فالسيرفر دوت بدأ ان هو يحصل له فيلير. ابتديت ان انت تفكر في طريقة تانية ان انا اهندل بيها الكلام دوت، ماشي. فابتديت ان انت تفكر طب ليه انا ما انقلش الكلام دوت وابتدي ان انا اقسمه بشكل بسيط كده، بدل ما انا عامل كل الناس ديت على سيرفر واحد ابتدي ان انا انقلها على سيرفرات مختلفة. فابتديت حضرتك هنا كده تبدأ ان انت تاخد سيرفيس بتاع الاوثنتيكيشن تحطها على سيرفر وتبتدي ان انت تشغل بيها 10 كونتينر. ابتديت ان انت تاخد الاوردر سيرفيس ديت وتحطها هنا كده على سيرفر تاني، وابتدى هنا كده ان انت يبقى عندك 20 او 50 كونتينر شغالين بيهندلوا الاوردر سيرفيس، تمام. نفس القصة هتبتدي ان انت تعملها مع البيمنت وهتعملها مع الدليفري، تمام. فانا هنا كده الموضوع اللي انا عملته ان انا انتقلت من سيرفر سيرفرات، تمام. لو تفتكر ان انت قبل ما تخش كوبرنيتز، لو انت ما شفتش الحتة ديت في دوكر، فانا انصحك ان انت تتفرج عليها. ان احنا في الاساس اصلا كنا شغالين فيرتشوال ماشينز، وابتدينا ان احنا نروح لكونتينر عشان حاجتين. الحاجة الاولانية اللي هي الايزوليشن، حته ان انا ايزوليت كل حاجه لوحدها، والحته التانية اللي هي الريسورس يوتيلايزيشن. انا هنا كده ابتديت ان انا اعمل نفس الكونسبت دوت، بس للاسف ان انا ابتدى البلاتفورم بتاعي يتوسع، ابتدى ان انا يبقى عندي مشكله، تمام. فبقيت ان انا اعمل سكيلينج كده بشكل مانيوال، تمام، لان انا كنت على سيرفر واحد بقيت هنا كده على 4 سيرفر. في الحقيقة إن الموضوع دوّة مُجهِد، لإن أنا لمّا يحصل عندي campaign مثلًا أو يحصل عندي season، فأنا في الحالة ديّة محتاج إن أنا أضيف سيرفرات manual، ومحتاج إن أنا بعد أمّا الseason دوّة يحصل محتاج إن أنا أterminate الكلام دوّة. في الحقيقة بدأت concept تاني يظهر، هو فكرة الcontainer orchestration أو الcontainer orchestrator tools. ومن أبسط الحاجات اللي هي ابتدت تنتشر في الوقت دوّة، تمام، هي حتّة docker swarm. فالناس دلوقتي بدأت إن هي تقول لأ، أنا مش هاعمل كل سيرفر لوحده، أنا أبتدي إن أنا أبني حاجة اسمها cluster، والcluster دوّة هيبقى في الحالة ديّة عبارة عن مجموعة سيرفرات كده، ده السيرفر الأولاني، السيرفر التاني،
السيرفر التالت وهكذا. طيب دوكر سوارم هي إيه وظيفته؟ لو أنت كنت شغال دوكر وشغال دوكر كومبوز على سيرفر أو سيرفرين، فأنت في الحالة ديّة بتبتدي إن أنت يحصل عندك مشكلة. فأنت لو انتقلت لدوكر سوارم، ففي الحالة ديّة أنا دوكر سوارم ابتدى إن هو يعمل لي كلاستر، فبقى ياخد هنا كده وليكن الauthentication containers هنا بدل ما موجود ال10 على سيرفر، ابتدى إن هو يdistribute الcontainers ديّة على الavailable nodes عندي. تمام. الحقيقة إن كوبرنيتس لمّا هو ابتدى جه هنا كده عشان يحل المشكلة ديّة، وفي سنة 2014 تقريبًا يعني شركة جوجل كانت عندها project اسمه بورج تقريبًا، يعني مش متذكر أوي، ابتدت إن هي تطلّع الproject دوّة open source، والproject ده جه عشان يحل المشكلة اللي أنت شايفها، إن أنا محتاج إن أنا أعمل أكتر من حاجة. الحاجة الأولانية إن أنا محتاج هنا كده لو جينا كتبناهم، محتاج إن أنا أعمل scaling. تمام، خلّينا نكبّرها هنا كده، وتعالوا نعمل دي كده. والحاجة التانية اللي أنت محتاج إن أنت تعملها برضه هي حتّة الself healing للapplication. الحقيقة اللي كان بيحصل هنا كده في الحتّة ديّة إن لمّا الcontainers ديّة بتُقع أو بتفيّل، كان docker نَفْسه كcontainer engine ما كانش بيحاول إن هو يقوّمها تاني، فبالتالي الapplications بتاعتي بقت محتاجة إن أنا أبتدي إن أنا أعمل عليها management كتير، أبتدي إن أنا أعمل عليها monitoring. في هنا كده حاجتين بتعملهم manual، حتّة الscaling، والحتّة التانية حتّة الself healing. الscaling بمعنى أصح أنا إيه اللي أنا محتاجه كcontainer orchestrator؟ أنا محتاج tool تبتدي إن هي تتصرّف في الوقت اللي أنا مش موجود فيه، تبتدي إن هي تاخد decision، تبتدي إن هي تعمل لي حاجات في الinfrastructure وفي الapplication بتاعي بدون ما أنا أكون موجود. طيب الحتّة ديّة ابتدت إن هي تخش كوبرنيتس تعملها، فكوبرنيتس بكل بساطة عشان الناس ما تحسّش إن هو complicated، لو أنت كنت شغّال دوكر وموزّع الcontainers بتاعتك على أكتر من سيرفر، فأنت في الحالة ديّة بتconvert الكلام دوّة لcluster. الcluster دوّة عبارة عن شوية virtual machine مع بعض. كوبرنيتس هو عبارة عن المُخ اللي بيفكّر ويقول لك أنت عايز تعمل إيه وأنا هاروح أعمله لك. أنت عايز تحُط الapplication بتاع الauthentication دوّة وتشغّل لي 10 container، اكتب لي في الكود أو اكتب لي في الconfiguration إن أنت عايز 10 container وأنا هاعمل لك ال10 container. وبالإضافة لكده أنا هابتدي إن أنا أعمل لك self healing، والself healing ديّة بمعنى أصح إن أنا لو ال10 container دُولة ابتدى إن هم يحصل فيهم drop، ابتدى إن هم يقلّوا يبقوا 8، فأنا عندي حاجة كده زي بتراقب الcontainers ديّة ويبتدي إن هو يرجّعها لي تاني ل10. ففي الحالة ديّة هي out of the box بقى عندي scaling، بقى عندي self healing. ففي المقابل بتاع الموضوع ده أنا بقى عندي complexity موجودة، وألا وهي الmanagement بتاع الcluster. تمام. طيب قبل ما ننتقل للحتة ديّة، ليه كوبرنيتس أصلًا بيعمل الحتة دي؟ أنت عندك حتتين، أنت عندك هنا كده حاجة اسمها، خلّينا نقسّمها هنا كده. تمام. عندي حاجة اسمها الcurrent state، وعندي حاجة تانية بنسميها الdesired state. الحقيقة إن أنت عشان تعمل deployment على كوبرنيتس، فأنت بتكتب عبارة عن configuration بالYAML أو الJSON، تبتدي تقول له أنا عايز الapplication دوّة عدد الcontainers بتاعته 10، وده ال الconfiguration بتاعه. أول ما بتبتدي إن أنت تحط الconfiguration دي على كوبرنيتس، كوبرنيتس بيبتدي إن هو يشغّل الwatching بتاعه، ويبتدي إن هو يشاهد أنت كنت عايز إيه وإيه الcurrent status بتاعتك. فدايمًا بيشوف الcurrent state والdesired state يقارنهم ما بينهم وبين بعض، لو لقى إن في حاجة مختلفة يحاول automatically إن هو يوصّل الاتنين زي بعض. طيب لحد كده إحنا الcase اللي إحنا اتكلمنا فيها ديّة هي case من الcases اللي كوبرنيتس جاي يحلها. إن أنا ابتديت إن أنا أجمّع مجموعة virtual machine، ابتديت إن أنا أعمل cluster،
الكلاستر دوت لو ماشين فيه وقعت الابلكيشن نفسه ما بيقعش، لان كوبرنيتس اوتوماتيكلي بياخد الحاجات الكونتينرز الموجوده على الماشين اللي فيها مشكله، ويبتدي ينقلها على ماشين تانية، وفي نفس الوقت بيقدر ان هو يعمل فيكسنج للنود ديت، يريبليس النود دي ويحط واحده جديده. فدي كده بملخص الحوار، ان انا لو عندي ابلكيشن، الابلكيشن ده كبير بيستدعي ان انا يبقى عندي اوتو سكيلينج، بيستدعي ان انا يبقى عندي سيلف هيلينج. فكل الفيتشرز ديت انا باخدها اوت اوف ذا بوكس من كوبرنيتس مع حاجات تانية كتيره. تمام، اتمنى الفكره ديت تكون وضحت. فانا في الحاله ديت لو انا انتقلت هنا كده من فكره ان انا بديبلوي على سيرفر سواء بدوكر كومبوز او بديبلوي على سيرفر حتى بدوكر سوارم، فدوكر سوارم هو عباره عن حاجه مصغره من كوبرنيتس بنفس الفكره، لكن الفيتشرز الموجوده في كوبرنيتس اعلى بكتير جدا. تمام، فانت قدامك حل من الاثنين. لو الابلكيشن او السكيل بتاعك بالشكل الصغير بس انت محتاج تعمل فيه الفيتشرز ديت، ففي الحاله ديت حضرتك ممكن تبتدي بدوكر سوارم، هيكون اسهل ليك بشكل كبير. مش هتبقى محتاج ان انت تبقى متخصص في الكوبرنيتز، مش محتاج ان واحد يبقى قاعد على الكلاستر وفاهم كل حاجه، لان دوكر سوارم بسيط جدا في فكره الكلاستر. طيب تعالوا نبتدي ان احنا نروح لتقسيمه تانية ونفهم شويه الدنيا ماشيه ازاي. يبقى احنا هنا كده لما اتكلمنا على ان احنا انتقلنا من فيرتشوال ماشين، من فيزيكال قسمناها لفيرتشوال ماشين، الفيرتشوال ماشين ديت لما نقسمها في الاخر ان احنا هنوصل لكلاستر عليه الابلكيشن ديستريبيوتد على الماشين دي. طيب لو احنا نزلنا هنا كده تحت شويه، تعالوا هنا كده نقسم كوبرنيتس. كوبرنيتس عشان تقسمه از كلاستر، الكلاستر دوت ليه حتتين. اول حاجه اللي هي المخ بتاعك، والمخ بتاع الكلاستر دوت هو اللي بتبتدي ان انت تقول له انا عايزك تتصرف لما تحصل المشكله ديت، وعايزك ان انت تاخد اكشن او ما تاخدش اكشن. فاحنا هنقسم اي كوبرنيتس كلاستر احنا بنستخدمه هيبقى حاجتين. الحاجه الاولانيه اللي هي الكنترول بلين، والحاجه الثانيه اللي هي الوركر نودز. الكنترول بلين ده هي عباره عن حاجه بتتحكم في الكلاستر نفسه، بيبقى فيها الكونفيجريشن بتاعتك موجوده في قلب داتابيز، والداتابيز الاشهر اللي هي اتش سي دي. بعد كده بيبقى عندك حاجه هنتعرف عليها بعدين اللي هو السكيدولر، وده اللي بيبتدي يعمل سكيدولينج للبودز او الكونتينرز، انسوا من حته بودز دي دلوقتي. والكنترولر مانجر دوت هو بيبتدي يشوف مين بيعمل ايه جوه الكلاستر. طيب الحاجات ديت اصلا بيبقى عندي بوابه هي المسؤوله عن كل الكلام اللي بيحصل دوت. فانا عندي اي حاجه لما تيجي تبتدي ان انت تكلم الكنترول بلين دوت تقول له اعمل اي حاجه، فانت بتروح تكلمه من خلال بوابه، والبوابه ديت هي اللي بتكنترول كل الريكوستس اللي بتجيله، وكل الريكوستس اللي بتجيله ديت بيبتدي ان هو يتصرف فيها من خلال اي بي اي. فاول كومبوننت عندك لازم تبقى عارفها كويس جدا هي الاي بي اي سيرفر. الاي بي اي سيرفر في الكنترول بلين هو اللي بيستقبل منك الريكوست لما بتبتدي ان انت تحب ان انت تحط ابلكيشن جديد، لما تحب ان انت تديليت ابلكيشن جديد، لما تحب ان انت تابديت ابلكيشن. فكل حاجه انت بتعملها من خلال الاي بي اي سيرفر. للناس اللي هي جربت كيوب سي تي ال كوماند، فكل الكيوب سي تي ال كوماند بتروح على الاي بي اي سيرفر دوت، والاي بي اي سيرفر ده بيبتدي ان هو يستور الداتا ديت في اتش سي دي، وبعد كده يبتدي يقارن الحاجات اللي في الداتابيس ديت ككونفيجريشن بالحاجات اللي موجوده في الكلاستر، ويشوف مين مختلف عن مين، ويحاول ان هو يماتش الاثنين. طيب نيجي هنا كده ايه الاختلاف بقى في الوركر نود، ان انا كل ماشين انا بضيفها في قلب الكلاستر ده اسمها وركر نود. الوركر نود ديت عشان الكوبرنيتس يقدر ان هو يتحكم فيها، الحقيقه ان هو بيضيف عليها شويه كومبوننت كده عشان يقدر ان هو يدخلها جوه الكلاستر، يقدر يحدد ان هي النود ديت هيلسي ولا مش هيلسي.
فأول كومبوننت هو بيحطها حاجة اسمها الكيوبلت، ودي الكومبوننت أو المين كومبوننت اللي هي بتبتدي إن هي تعمل سكيدولينج للبودز، هي اللي بتديليت بودز، وهنتكلم بالتفصيل فيها دلوقتي، بس أنا عايزكم تعرفوها بشكل نظري. تمام. تاني حاجة هي حتة الكيوب بروكسي، وديت بتبقى مسؤولة عن النتوركينج اللي موجود. واخر حاجه بشكل عام هي الكونتينر ران تايم اللي احنا هنستخدمه. فانت لو بكل بساطه كده فكرت ان انت عندك الوركر نود ديت عباره عن عربيه في القطر بتاعك، فانت لو يعني بالدماغ كده فكرت ان عندك قطر، اول عربيه اللي فيها السواق ده الكنترول بلين، كل عربيه بتركب بعد كده في القطر ديت عباره عن وركر نود. الراجل السواق هو اللي بيحدد القطر يمشي امتى، يقف امتى، مين ينزل مين يطلع، فده الكنترول بلين، ودوت عنده شويه كومبوننت. ولو احنا رحنا للوركر نود، فكل عربيه من ديت تعتبر ان هي ليها شويه كومبوننت كده، زي العجل، زي الابواب، زي مش عارف كذا. فنفس القصه احنا عندنا حاجه اسمها الكيوبلت. تمام. وعندنا حاجة تانية اسمها الكيوب بروكسي المسؤول عن النتوركينج اللي بيحصل في النود. وتالت حاجة الكونتينر ران تايم اللي هو بيرن الكونتينرز، وهنوصل للكلام ده وهنتكلم فيه بالتفاصيل المملة، بس ده مش قصتنا دلوقتي. طيب، لو احنا جينا كده ابتدينا نعمل زوم شوية كده على حتة الكنترول بلين، او انا بشبهها مثلا بالنسبه لي العربيه الاولى في القطر اللي متحكمه في الكلاستر او المتحكمه في كل حاجه. فانا عندي المدخل بتاعي او الحته اللي انا بتحكم فيها هي الاي بي اي سيرفر. والاي بي اي سيرفر بيبتدي ان هو يكلم حاجه اسمها الكنترولر مانجر، وده دايما وظيفته ان هو بيتاكد ان الكونفيجريشن اللي عندي او الاكشوال ستيت اللي انا شايفها دلوقتي بعيني في الكلاستر هي نفس اللي انا حاططها في الداتابيز اللي هي اسمها اتش سي دي. تمام. واللي ما يعرفش اتش سي دي دي عباره عن كي فاليو داتابيز، ببتدي ان انا ستور فيها الكونفيجريشن بتاع الابلكيشن بتاعي. طيب، هنا كده عشان ابتدي ان انا اكلم الاي بي اي سيرفر دوت، فانت ممكن تكلمه باكتر من طريقه، لكن الطريقه الكومن اللي الناس بتستخدمها هي فكره الكيوب سي تي ال. كيوب سي تي ال كوماند بتبتدي ان انت تعمل كيوب سي تي ال كوماند ابلاي او كرييت او كده، وهو بيبتدي ان هو يعمل سند للكونفيجريشن ديت او يسيفها في الداتابيز. بعد كده انت عندك حاجه اسمها السكيدولر، وده وظيفته ان هو دايما لما بيلاقي ان الكرنت ستيت مش مساويه للديزايرد ستيت، ففي الحاله ديت هو بيبتدي ان هو يعدل الموضوع، بيبتدي يشوف ايه اللي ناقص، وبعد كده يبتدي ان هو يظبطه. على سبيل المثال، لو انت عندك ابلكيشن المفروض يرن 10 كونتينر، وهو لما راح شاف دلوقتي لقى فيه 8 كونتينر، فبالتالي السكيدولر هيبتدي ان هو يقول يا جماعه انا محتاج ان انا احط على النود الفاضيه، محتاج ان انا احط عليها البودز الجديده. طيب، ملخص الموضوع هنا كده، لو احنا نزلنا للكنترول بلين، قلنا الكنترول بلين هو عباره عن المخ اللي بيتحكم في الكلاستر، هو عبارة عن العربية الأولى في القطر اللي فيها الكنترول في القطر بتاعي، امتى يمشي، امتى يقف، امتى يحصل فيه يهدي السرعة، هو ده نفس القصة. ننزل بعد كده للكنترول بلين للوركر نود. أنا كل وركر نود هنا كده بالنسبة لي بتتقسم يعني بشكل سريع كده، إن أنا عندي كومبوننت بتنزل على الفيرتشوال ماشين ديت اسمها الكيوبليت. الكيوبليت ديت وظيفتها هي عبارة عن الحاجة الأساسية اللي موجودة في الفيرتشوال ماشين عشان تجوين الكلاستر. فهي بتعمل إيه؟ هي بيبتدي إن إحنا نحط عليها شوية بلجنز كده، ومن الحاجات البلجنز اللي إحنا بنستخدمها حاجة اسمها الكونتينر ران تايم. تمام، ران تايم انجن. وده الكونتينر ران تايم انجن ده اللي هو مسؤول عن ان هو يرن كونتينر، يوقف كونتينر، يعمل الكلام دوت. طيب، هو بياخد الاوامر بتاعته ديت منين؟ بياخدها من الكيوبلت. طيب،
أنا عندي الكلاستر بتاعي عبارة عن مجموعة نودز، عبارة عن مجموعة نودز متصلة ببعضها، فلازمًا يحصل ما بينهم networking. الحتة اللي حصلت هنا كده إن إحنا ابتدينا إن إحنا نفصّص الكيوبلت، يعني زمان كان كل حاجة عبارة عن component واحدة، لكن هم ابتدوا إن هو يفصلوا الكيوبلت عن الcomponent التانية، إن هم يعملوا كل حاجة عبارة عن plugin، فالplugin التانية اللي هي الCNI أو الcontainer network interface، ودي وظيفتها إن هي بتmanage الnetwork بتاع الcontainers على النود. في حاجة تانية موجودة مثلًا حاجة زي الstorage، فالstorage بتبقى وظيفتها إن هي تmanage الstorage الموجودة على النود. فإحنا كده لو بصينا يعني للworker node وعملنا zoom، فأنا عندي الkubelet component هي المسؤولة إن هي بتتكلم مع كل الcomponent ديّة. ابتدينا إن إحنا نشوف حاجة زي CNI بتتعامل مع النتورك، حاجة زي الstorage، حاجة زي الcontainer runtime، وهكذا تبتدي إن أنت تحط plugins. والحتة ديّة ممتازة جدًا لإن هي ادّت flexibility لبعض الناس. أنا مثلًا نفترض إن أنا مش عايز أستخدم مثلًا الdefault network plugin، أنا عايز أستخدم plugin تانية خالص. ففي الحالة ديّة كل اللي أنا باعمله إن أنا باروح أشيل الplugin اللي موجودة وأحط بدالها plugin تانية بدون ما أغيّر كل الecosystem، هي بس باشيل plugin وأغيّر plugin. نفترض إن أنت رُحت على AWS وعايز تستخدم الnetwork plugin بتاع AWS، فأنت بتشيل الplugin الdefault اللي جاي مع kubernetes وتقول أنا عايز أستخدم بتاع EKS مثلًا الVPC CNI plugin. عايز تستخدم مثلًا حاجة زي Cilium، عايز تستخدم whatever. فوظيفة الCNI أو الكلام دوّة هي عبارة عن plugins بتبتدي إن أنت تحطها مع الkubelet ويبتدي إن هو يكلم بيها الcontrol plane. تعالوا هنا كده ننزل كده شوية ونبتدي إن إحنا نقول أنا في الآخر أنا استفدت إيه من الموضوع دوّة. الحقيقة لو أنت كان عندك هنا كده تعالوا ناخد مثال هنا كده، أنت راجل كان عندك docker compose، فdocker compose كده بكل بساطة كنت أنت بتقسّمه لأول حاجة مجموعة service، تمام، وجوّه الservice ديّة أنت كنت بتبتدي إن أنت تقول له الcontainer name، ده الcontainer بتاعي، وجوّه الcontainer بتبتدي إن أنت تقول له الimage اللي أنا هاشتغل بيها، وبتبتدي إن أنت تقول له الport اللي أنا عايزه، تمام، وبتبتدي إن أنت تقول له لو أنا عايز volume أو عايز أي حاجة. في الحقيقة هو أصلًا اللي أنت عملته في الdocker compose هو أنت ممكن تنقله ل الkubernetes بنفس الconcept بنفس كل حاجة مع اختلاف المسميات. فهنا كده خلّونا نتفق كده إن أقل حاجة في Kubernetes ما اسمهاش container، هي اسمها pod. والpod دي بكل بساطة ممكن تحتوي على container واحد، أو ممكن إن هي تبقى عبارة عن مجموعة containers مع بعض موجودين بيكلموا بعض في نفس الإيه، في نفس الnetwork local مع بعض. فإحنا هنا كده لو بصينا إن أنا عندي container A عبارة عن application وcontainer B مثلًا عبارة عن application تاني، تمام، والاتنين دول بيكلموا بعض. مثال لكده مثلًا نفترض الناس اللي هي بتشتغل PHP، أنا عندي application PHP وعندي هنا كده nginx، تمام. أنا عايز هنا كده لمّا حد يخش على الapplication بتاعي يبتدي يخش على الnginx، والnginx يبتدي كده locally إن هو يكلم الPHP FVM مثلًا. ففي الحالة ديّة أنا أظهر component عندي اللي هي الpod، تمام، بابتدي إن أنا أحدد فيها أنا عندي container أو أكتر من container. طيب كل الكلام اللي أنت بتكتبه دوّة هو عبارة عن YAML file، الYAML file دوّة ليه specification معيّنة، بناءً على الspecification اللي أنت بتختارها بتبتدي إن أنت تكتبها بالشكل المطلوب، وبعد ما بتكتبها في الشكل المطلوب بتبتدي إن أنت تبعتها للAPI server، API server بيحطها في الHCD database، وبعد كده بنبتدي إن إحنا نحطها ونعمل لها run كcontainers. طيب تعالوا هنا كده لو إحنا بصينا هنا كده إن أنا لو عندي docker compose عايز أترانسليته لنفس اللغة بتاع kubernetes، ففي الحالة ديّة أنا أول حاجة باحدد الkind،
والكايند دوت كوبرنيتس عنده مجموعه اي بي اي او سبيسيفيكيشن هناخدها بالتفصيل. لكن اصغر حاجه انت ممكن تعملها تقول له انا عايز اعمل بود. تمام. بعد كده بتبتدي ان انت تديله شويه انفورميشن على الحاجات اللي انت عايز تعملها او الميتا داتا. بقول له انا عايز اسمه كذا، طب انا عايز احط عليه ليبل كذا. طيب دي كده الديتيلز بتاعته. بعد كده انا هبتدي ان انا اقول له هنا كده بقى السبيسيفيكيشن او السبيك. ببتدي اديفاين هنا كده. احنا قلنا احنا ممكن في نفس البود دوت نعمل كونتينر واحد او مالتيبل كونتينر. عشان كده انت بتيجي هنا كده تقول له انا عايز اعمل كونتينرز، وبتدي له لستة، وده النيم والايمج والكلام ده نفس اللي كنت بتعمله في دوكر كومبوز. تعالوا هنا كده ننزل شوية ونتكلم على حاجة مهمة وهناخدها بالتفصيل بعد كده. ان انت اي كونتينر او نسميها بود بقى، تمام، اي بود انت بتعمل له كرييت في الكلاستر فهو بيبقى ليه مجموعة ستيتس. بناء على الستيتس دوت انت بتبتدي تقول ان الابليكيشن بتاعي شغال، الابلكيشن بتاعي كراشت، الابلكيشن بتاعي حصل له مثلا مشكله فانت محتاج تشوف اللوج. فاول حاجه بالنسبه لي هنا كده البندنج ستيت. اول ما بتبتدي ان انت تعمل اي كونفيجريشن على الكلاستر وتكريت بود هو بيبقى في الايه، في البندنج ستيت. تمام. الحقيقه بعد كده انت هنشوف حته اسمها البروب او الستارت اب بروب، وديت عبارة عن كده شوية ستارت اب بطمن بيها ان الكونتينر دوت اشتغل كويس. وبعد كده ببتدي ان انا اشوف ليفنس بروب، ده برضو ما تشغلوش دماغكم دلوقتي. والريدنس بلوب، يبقى انا عندي هنا كده شوية بروبس كده هناخدهم بالتفصيل بعد كده. الستارت اب وهو بيقوم، وبعد كده اتاكد ان هو بقى لايف، وتالت حاجه الريدنس ان هو بقى ريدي ان هو يستقبل ريكوستات. لما بعدي على الكلام دوت ببتدي ان انا اتحول لايه، اتحول للرننج ستيت. تمام. هوريكم الكلام ده بالتفصيل، بس حط في دماغك كده ان اي حاجه انت بتكريتها عشان الكوبرنيتيز يبتدي ان هو يتراك الستيتس بتاعها فهو محتاج ان هو يحط لها ستيت. فبتبتدي من بيندنج، بعد كده حد بياخدها ويعمل لها سكيدولينج على النود الفاضيه، وبعد كده لما بتتحط على النود بتبتدي ان هي تتحول من بيندنج لراننج ستيت. تمام. طيب عشان احنا نبتدي ان احنا نتكلم موضوع بشكل عملي، فهنا كده عشان نتدرب على الكلام دوت انا عندي مجموعة تولز لازما ان انا يكونوا موجودين عندي. تمام. طبعا هقول لك هنا كده على اشهر الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها تتدرب عليها ان انت تعمل لوكال كوبرنيتس كلاستر، وهقول لك على الحاجة اللي انا بفضلها واحنا بنعمل. فاحنا كده لو بصينا على لوكال كوبرنيتس كلاستر، اول واحد انت بالنسبة لك هتقابله هو كايند. تمام. وده عبارة عن كوبرنيتس موجود جوه دوكر. تاني حاجة هنا كده ممكن ان انت تستخدمها اللي هو ميني كيوب. اوكي. وعندك هنا كده للناس اللي شغالة على ويندوز او حتى شغالة على لينكس ممكن تستخدم هنا كده دوكر ديسكتوب، هيديك كوبرنيتس كلاستر عادي خالص جدا. وبعد كده ممكن تستخدم رانشر ديسكتوب، ودوت برضو هيديك كوبرنيتس كلاستر. تمام. واخر واحد انت ممكن تستخدمه هو بود مان ديسكتوب. جميل. هنا كده انت عندك بقى عندك كام خيار؟ انت بقى عندك 5 اختيارات لو انت هتشتغل بكوبرنيتس لوكالي عندك على الجهاز. تمام. فانت ممكن تروح لكايند، ممكن تروح لميني كيوب، ممكن تروح لدوكر ديسكتوب، ممكن تروح لرانشر، ممكن تروح لبود مان. تمام. الحقيقة أنا بالنسبة لي بفضل كايند
لان انت بتقدر ان انت تعمل عليه advanced use cases، تمام، اكتر من بقيه الحاجات ديت. بتقدر ان انت تكتب configuration في اليامل وتبتدي ان انت تقسم الكلاستر بتاعك بشكل كويس جدا، تمام. ميني كيوب برضو كويس. لو انت شغال ويندوز ممكن تشتغل دوكر ديسكتوب او تشتغل رانشر لو الجهاز بتاعك امكانياته مش قوية جدا او حاسس ان انت بالنسبة لك الموضوع يعني واخد ريسورسز كتيرة، فرانشر ديسكتوب ممتاز جدا. الحقيقة ايا كان الطريقة اللي انت هتشتغل بيها، هي في الاخر اصلا هتديك ايه؟ هتديك كلاستر. فتعالوا هنا كده نشوف اول واحده هي الكايند. انت انت هتخش هنا كده على الويب سايت بتاع كايند. هنا كده هتكتب كايند، هتبتدي ان انت تروح للكويك ستارت، هتخش على الانستوليشن، هيبتدي ان هو يطلب منك لو انت لينكس كل اللي انت هتعمله هتاخد كوبي للحاجات ديت، وهتبتدي ان انت تفتح التيرمينال عندك وتعمل بيست، وفي الحاله ديت هيبتدي ان هو يعمل لك ايه؟ يعمل لك انستول. تمام. طيب لو انت هنا كده رجعت وابتديت ان انت شغال ويندوز، فكل اللي انت هتعمله هتعمل قابل دوت وتبتدي ان انت تعمل نفس القصة وتنستول الويندو الكلاستر بتاعك على ويندوز. طيب لو انا الخيار دوت بالنسبة لي انا شايف ان هو مش تمام، انا ممكن استخدم رانشر ديسكتوب، هيبتدي ان هو يديني كوبرنيتس كلاستر برضو، وابتدي ان انا اعمل بيه كلاستر لوكال. هيبقى عندك حاجه زي كده بيديك بيعمل لك فيرتشوال ماشين. هو بصراحه جميل جدا، يعني انا استخدمته وشايفه ان هو برضو كويس. طيب الخيار الثالث او اللي بعد كده هو البودمان ديسكتوب، وفي الحقيقه ان هو بدأ ان هو يتطور بشكل كبير جدا، وتبتدي ان انت برضو لو عايز تستخدمه سواء انت على لينكس، هو كده كده عمل لي ديتكت ان انا على لينكس، فتقدر ان انت تستخدمه وتقدر ان انت تتعامل معاه. تمام. طيب طبعا دوكر ديسكتوب برضو موجود، دوكر ديسكتوب تقدر ان انت تستخدمه برضو، وهيديك لوكال كوبرنيتس كلاستر بكل بساطة برضو. تمام. ان شاء الله في الكورس دوت انا هكمل على هستخدم كايند، وكايند هيبقى هو الاساس بتاعنا. طبعا اخر واحد انا ما اتكلمتش عنه هو الميني كيوب، تبتدي ان انت تنستوله من هنا. تمام. وتقدر ان انت تستخدمه برضك بنفس القصة. تمام. طيب لو حد فيكم مش عارف ان هو يعمل انستول لدوكر ديسكتوب او كده، او عنده مشكله ان هو ينستول كايند، فممكن يكتب لي وانا ابتدي ان انا اعمل شرح بالتفصيل. طيب تاني حاجه انت محتاج ان انت تعمل لها انستول. لو رجعنا هنا كده، احنا كده عملنا الكلاستر، اخترنا الكلاستر. عشان تبتدي ان انت تتعامل مع الكلاستر، هتبتدي ان انت يبقى عندك تول هي بتبتدي تاخد اللي انت عايزه تحطه في الكلاستر، او تبتدي ان انت تجيت الحاجات اللي موجودة في الكلاستر. فانت هنا كده تاني خطوة محتاج كيوب سي تي ال او كوبرنيتس. في بعض الناس بتقول كيوب سي تي ال، في بعض الناس بتقول كيوب كاتل. مش هتفرق معاك، شوف اللي يناسبك، قول اللي انت عايزه. تمام. طيب الكلاستر بالنسبة لي اللي هو كيو كي 9 اس دوت او الكي 8 اس، مش عارف هي بقتش تكتب ليه هنا كده، كي 8 اس او كوبرنيتس كلاستر. لو احنا هنا كده ابتدينا ان احنا نماب الكلام دوت على اساس ان احنا عارفين دوكر ليه كوبرنيتس، فاعتبر هنا كده ان فاعتبر هنا كيوب سي تي ال هي زي الكوماند بتاع دوكر. لما بتيجي تبتدي تقول له دوكر رن مثلا، فانت بالظبط بتبتدي ان انت تكلم الكوبرنيتس كلاستر من خلال الاي بي اي سيرفر اوتوماتيكلي. يعني ده الكلاينت اللي انت بتكلم بيه السيرفيس بتاعتك او الكلاستر بتاعك. تمام. طيب خلصنا احنا الحته ديت. يبقى احنا لو رجعنا تاني كده وابتدينا ان احنا نلخص اللي احنا عملناه، ان انا عندي كلاستر، الكلاستر بيتكون من كنترول بلين ومجموعه وركر نودز. الوركر نودز ديت بتشتغل
وبيتحط عليها الكونتينرز. ايه اللي انا بعمله؟ ان انا عندي هنا كده مجموعة كومبوننت موجودة في الكنترول بلين، وهنرجع نتكلم عن كل واحدة فيهم. ده كله الكنترول بلين شايف كل الحاجات ديت، فاعتبر ان احنا ده العربية بتاعة السواق بتاع القطر، وكل الناس ديت راكبة او متوصلة بالكلاستر. لو احتاجنا ان احنا نزود القطر بتاعنا بنبتدي ان احنا نزود وركر نودز. لو احتاجنا ان احنا نشيل الكلام دوت بنبتدي ان احنا نشيل النودز ديت. كل الكلام دوت هناخده في الاوتو سكيلينج، ان هو بيتم اوتوماتيكلي من خلال اي حاجه بتعمل اوتو سكيل. طيب، هنبتدي ان احنا دلوقتي نشوف ان احنا نبيلد كلاستر. هنستخدم كايند دلوقتي ونبيلد بيه كلاستر. احنا هنا كده لما جينا عملنا في الانستليشن قلت له انا شغال على لينكس، تعالى هنا كده ويبتدي ان هو اعمل انستول. قال لي ان انا عملت انستول لكاين. لو انا جيت هنا كده قلت له which، تعالوا هنا كده نكبر نعمل زوم شوية ونقول له which kind، هيبتدي يقول لي ان الكايند او هنا كده كايند بقى موجود عندي. طيب، هبتدي ان انا اول حاجة هنا كده ابتدي ان انا اعمل لي كلاستر. واسهل حاجة ان انت تعمل كلاستر، انت ممكن هنا كده تيجي على الكونفيجريشن وتقول له انا عايز اجيت ستارت. هيقول لك بص كده انت ممكن تكتب يامل فايل، اليامل فايل دوت هيكريت لك كلاستر. لكن لو انت مش عايز تمشي بالطريقة ديت، انت ممكن بكل بساطة تيجي هنا كده تعالوا نكريت كلاستر kind create cluster dash dash name، وهقول له my first cluster. في الحالة ديت ابتدى ان هو يعمل لي كلاستر. اوكي، هيبتدي ان هو يعمل داونلود للفيرجن بتاعة النودز اللي هو هيبتدي ان هو يعملها. تمام، ونستنى لحد ما هو يبتدي ان هو يكريت الكلاستر. طيب، هو هنا كده بيقول لي ان انا مش قادر ان انا اعمل فيتش للايمج ديت. تمام، خلونا نشوف كده ايه المشكلة. طيب، انا هنا كده كان مديني ايرور ان التوكن بتاعتي اكسبايرد، فانا كل اللي انا عملت دوجر لوج اوت. ابتدى ان هو يكريت الكلاستر بتاعي، ابتدى ان هو يعمل كل الكلام بتاع الكونفيجريشن، وعمل السي ان اي، عمل الاستورج. الكلام ده هناخده بالتفصيل. طيب، انا هنا كده لو انا عندي كلاسترز كتيره، ممكن يكون عندي 20 كلاستر 10 كلاستر على حسب الكلاسترز اللي انت عايز تستخدمها. فانت هنا كده عندك حاجه اسمها كيوب سي تي ال كلاستر انفو، وتديله هنا كده الكونتكست. هنعرف الكلام دوت بعدين، بس هبتدي ان انا اقول له هنا كده اديني بيانات او ديتيلز عن الكلاستر ده. قال لك ان انت الكنترول بلين بتاعك شغال هنا كده، والكور دي ان اس، وده هناخده بالتفصيل، شغال هنا كده، وتقدر ان انت تسويتش. طيب، اول حاجه انا هروح بس هنا كده اقول لكم على تولز تبتدي ان انت تستخدمها. في تولز اسمها سي تي اكس، وسي تي اكس ديت بتديك فرصة ان انت تسويتش ما بين الكلاسترز. تمام، لو انت عندك اكتر من كلاسترز موجودة تقدر ان انت اوتوماتيكلي تبتدي ان انت تعمل لها انستول. انا في الحقيقة بستخدم برو، فانت ممكن هنا كده تستخدم برو، فتيجي تقول له كيوب سي تي ال انستول. ولو انت مش عايز الطريقة ديت، ففي الحالة ديت انت هتسويتش ما بين الكلاسترز بتوعك مانيوال. طيب، انا هنا كده ابتديت ان انا كريت كلاستر، والكلاستر بتاعي هنا كده اسمه ماي فيرست كلاستر. لو انا عايز اسويتش للكلاستر دوت هقول له كيوب سي تي اكس، وهقول له هنا كده سويتش لماي كلاستر. لا، الحقيقة ان احنا هو اسمه ده الاسم بتاعه اسمه kind my first cluster، وهناخد بالتفصيل يعني ايه الكونتكست والكلام ده. فانا هنا كده هقول له روح على اول حاجة. طيب،
لما اتفقنا كده مع بعض قلنا ان احنا اي كوماند انت هتكتبه بالكيوب سي تي ال هو هيروح يكلم الكنترول بلين، فده هيبعت ريكوست للكنترول بلين، كنترول بلين هيبتدي ان هو يرد عليه. فاكرين لما احنا كنا بنقول ان احنا الكلاستر ده عبارة عن شوية وركر نودز؟ طب ما تيجوا نشوف كده الوركر نودز ديت عبارة عن ايه. لو انا قلت له كيوب سي تي ال جيت وقلت له نودز، هيبتدي ان هو يقول لي هنا كده انت عندك عدد النودز اللي عندك هنا كده واحدة، وخلي بالكم ان الرول بتاعتها هنا كده بقت اسمها كنترول ايه؟ كنترول بلين. طيب لو انا عايز ابتدي ان انا ازود الكلاستر دوت، او ابتدي ان انا اخلي الكلاستر بتاعي يبقى مالتي نود كلاستر، طيب خلونا هنا كده نيجي نقول مثلا، خلينا نيجي هنا كده، ممكن نيجي نفتح الفي اس كود، اوكي، ونقول له هنا كده انا عايزك تعمل لي فايل اسمه kind-config، اوكي، والفايل دوت اي حاجه تعملها ممكن ان انت تديفاين الكلام دوت. تعالوا نكبر دوت، نقفل ده كده. انا اول حاجه هبتدي ان انا اديله الكايند، انا عايز اكري الكلاستر فهقول له اعمل لي كلاستر، وهبتدي ان انا اقول له هنا كده تاني حاجه الاي بي اي فيرجن بتاعت كايند، تمام، هقول له انا عايز استخدم الاي بي اي فيرجن ديت، وعايز ابتدي ان انا اعمل نود. النود الاولانيه هتبقى كنترول بلين، تمام، هقول له الرول بتاع النود اللي بعديها هتبقى وركر، وعايز اعمل كمان واحده وركر، وهكذا، تمام، وهاجي اقول له هنا كده انا كده تمام. في الحاله ديت لو انا جيت عملت اكسبت للكلام دوت، وجينا هنا كده قلنا ان احنا عايزين نعمل كلاستر، هقول له kind create cluster، وهبتدي ان انا اقول له داش داش config، وهبتدي اقول له هنا كده ان الفايل اللي احنا كنا كاتبينه اسمه config kind dash config، وابتدي ان انا اقول له هنا كده النيم، هقول له مثلا multi cluster، وهنبتدي ان احنا نقول له كده. هيبتدي ان هو في الحالة ديت يبتدي ان هو يعمل لك كلاستر تاني عندك على نفس الماشين، بس في الحالة ديت هيحط لك هنا كده 4 نودز، هينستول السي ان اي، هيبتدي ان هو يجوين، وهقول لكم الحتة ديت ان شاء الله هناخدها بالتفصيل، ان هو يعمل جوين للوركر نودز، تمام. هنستنى لما يخلص ونبتدي ان احنا نكمل. طيب لو رجعنا هنا كده تاني، فأنا عندي كلاستر جديد، زي ما اتفقنا إن إحنا ممكن نستخدم كيوب سي تي إكس، وابتدي إن أنا سويتش للكلاستر دوت، هاخد ديت كوبي وأقول له هنا كده أنا عايزك تسويتش للكلاستر ده. خلي بالك هنا كده إن أنت بقيت واقف على الكلاستر الجديد. لو قلت له كيوب سي تي إل جيت نودز، ففي الحالة ديت لا، أنا كده في حاجة هنا كده غلط، خلينا نريفيو الكلام دوت. كيوب سي تي ال جيت نودز، تعالوا هنا كده نجيب الكلاستر انفو. في الحالة ديت ده الكلاستر ده بيان، ده الديتيلز بتاع الكلاستر نفسه، تمام. تعالوا هنا كده نتأكد ان احنا شغالين كويس، تمام. النود، طيب بما ان الكلاستر اللي احنا يعني عملناه تقريبا فيه مشكلة، يعني انا لو قلت له كيوب سي تي ال جيت نودز، فمديني ان هو تقريبا 1 نود. خلونا بالمناسبة ديت، يعني انا هنا كده عايز اتحكم في الكلاسترز اللي عندي، فانا اقول له هنا كده كايند جيت كلاستر، هيقول لي انت عندك 2 كلاستر،
تمام. هقول له هنا kind dash dash help، هيبتدي ان هو يقول لي انت عايز تبيلد، عايز تعمل اوتو كومبليت. لو انت عايز تعمل اوتو كومبليت فممكن بالطريقه ديت kind كومبليت. هيبتدي ان هو يقول لك هنا انت شغال باش او شغال فيش او شغال باور شيل او شغال زي اس اتش. انا هقول له هنا كده زي اس اتش، هيبتدي ان هو يعمل لي الاوتو كومبليت. لو انا قلت له هنا كده كاين داش داش هيلب تاني، ابتدي ان انا اقول له انا عايز اديليت كلاستر. لو انا جيت هنا كده قلت له كاين جيت كلاسترز، هيقول له كاين ديليت الكلاستر دوت اللي هو اسمه kind multi cluster. و بص هنا كده انت بتبتدي ان انت تقول له delete، وتبتدي ان انت تقول له انا عايز delete كلاستر. تمام. طيب تعالوا هنا كده نشوف هو ايه المشكلة. داش داش help، وهنا كده المفروض اديله داش داش name. اوكي، يبقى احنا لو رجعنا هنا كده قلت له kind delete كلاستر، واديته انا الكلاستر اللي احنا كنا جايبينهم من شوية كان اسمهم ده داش داش نيم، واقول له هنا كده انتر، هيبتدي ان هو يديليت الايه، يديليت الكلاستر. تمام. طيب تعالوا هنا كده بشكل سريع نقول له kind create cluster dash dash name second cluster، وهقول له dash dash config، وهقول له هنا كده ده الفايل، وهبتدي اقول له create cluster. وتعالوا نشوف كده هيبتدي ان هو يشغله ولا لا. هنا كده هو بيستارت الكنترول بلين، بينستول ال CNI، بيجوين الوركر نودز، وهيبتدي ان هو يدينا الكلاستر. طيب لحد ما الكلاستر اللي هو المالتي نود دوت يخلص، خلونا هنا كده نبتدي ان احنا نشوف حاجة لطيفة هنا كده. لو تفتكر في دوكر لما كنا بنعمل دوكر رن داش بي، وابتدي تقول له ان انا عايز الابليكيشن بتاعي دوت على 8080، وتبتدي ان انت تقول له انا عايز انجن اكس. في الحالة دي كان بيديك ايه؟ كان بيديك هنا كده انجن اكس. لو جيت دخلت على لوكال هوست 8080 فهو اداني انجن اكس. طيب ايه اللي احنا محتاجين نعمله دلوقتي؟ احنا محتاجين ان احنا نكونفرت نفس اللي احنا عملناه بس من خلال الكوبرنيتس. تعالوا هنا كده نعمل نيو فايل، وهنسميه nginx.yaml، وهنبتدي ان احنا ناخد الكلام ده بالتفصيل. اول حاجة انا محتاج ان انا اعملها اقول له انا محتاج اعمل ابلكيشن، وابتدي ان انا احدد ان انا محتاج اعمل ايه. انا هقول له هنا كده انا محتاج ان انا اعمل بود. تمام. تاني حاجة انت محتاجها في البود ان انت محتاج ان انت تحدد له ايه بالظبط الاي بي اي سيرفر. تمام. وفي الحالة ديت أنا عايز أبتدي أقول له ال API سيرفر بتاعتي وليكن فيرجن 1. تمام. أو بعد كده هتبتدي إن إحنا نشوف الفيرجنز ديت بعد كده هنبتدي هقول له الميتا داتا بتاعتي أنا عايز أسميه انجن اكس، عايز أحط عليه ليبلز. الأبلكيشن بتاعي اسمه انجن اكس. لحد دلوقتي انا حددت اللي انا عايز اعمله، الفيرجن بتاع الاي بي اي اللي انا محتاجها، وشويه ديتيلز عن الابلكيشن. طيب السبيك بقى بتاع الابلكيشن نفسها او الكونفيجريشن بتاعته هي عباره عن ايه؟ انا بقول له عايز اعمل كونتينرز، مجموعه كونتينرز. الكونتينر الاولاني انا سميته انجن اكس، والايمج اللي هيشتغل عليها هي انجن اكس وليتست، وهبتدي ان انا
يعني خلينا ممكن نيجي هنا كده اقول له ان انا عايز مثلا اسمي دوت التير مثلا بتاعه فرونت اند، انا عايز احدد ان دوت تبع الفرونت اند. وهبتدي هنا كده ان انا اقول له الكونتينر الاولاني اسمه انجن اكس والايمج اللي هيشتغل عليها، وهاجي اقول له هنا كده دي البورتس اللي انت كنت عايز تفتحها. عايز اقول له ان الابلكيشن بتاع الكونتينر بورت بتاعه شغال، خلينا نشيل ده كله، شغال على 80. وهبتدي ان انا اقول له هنا كده، خلينا نشيل دوت. يبقى ده كده الكونتينر بورت بتاعك شغال على 80. وممكن ان انا انزل هنا كده واقول له النيم بتاعه مثلا HTTP، وابتدي ان انا اقول له هنا كده البروتوكول مثلا اللي شغال عليه ده TCP. وتمام كده بالنسبه لي. يبقى انا كل اللي انا عملته هنا كده ان انا عملت كونفرت للدوكر كومبوز مثلا، او الكوماند اللي انا كنت بعمله على وان كونتينر في دوكر بقى كوبرنيتس. طيب لو انا جيت هنا كده عملت كوبي وابتديت ان انا اعمل ايه، عايز اخد الباص، او تعالوا نرجع سي ال اي هنا كده نعمل كنترول سي. تعالوا نكبر دوت كده كنترول. لو قلت له كيوب سي تي ال جيت نودز، اوكي، قال لي ان انت عندك ده الكلاستر بتاعي. طيب لو انا قلت له كيوب سي تي ال جيت اول، هيبتدي يجيب لي كل حاجه عندي في الكلاستر. انا ما عنديش اي حاجه في الكلاستر غير السيرفيس دي. لو انا قلت له كيوب سي تي ال ابلاي، في الحاله ديت انا بقول له انا عندي كونفيجريشن، والكونفيجريشن اللي عندي ديت انا عايزك ان انت تاخدها وتحطها في الكلاستر. لو قلت له كيوب سي تي ال داش اف بديله فايل، والفايل اللي احنا عاملينه اسمه انجن اكس. شوف هنا كده لما انا قلت له كيوب سي تي ال قال لي ان انا في بود اسمه انجن اكس كرييتد، معناها ان انا خدت الكونفيجريشن دي بعتها للاي بي اي سيرفر، والاي بي اي سيرفر رد عليا وقال لي ان انت تمام. تعالوا نعمل هنا كده كيوب سي تي ال جيت بودز، ونشوف ان هو ابتدى ان هو يكريت ايه، يكريت بود عندي في الابلكيشن. تعالوا هنا كده نبتدي ان احنا نشوف الريدي. خلي بالك هنا كده ابتدى الكونتينر بقى عندي وان كونتينر جوه البود دوت وشغال. انا ممكن اقول له كيوب سي تي ال ديسكرايب بود، واقول له اسم البود. هيبتدي ان هو يديني ديسكريبشن للبود، هو اشتغل امتى، الليبلز بتاعته، الاي بي بتاعه، والايمج بتاعته، والكونتينر اي دي، وعدد الريستارت اللي هو عملها، وهناخد الكلام دوت بالتفصيل. طيب نرجع هنا كده تاني لدوت عشان ما نطولش عليكم في اول حلقة. يبقى احنا اتفقنا ان احنا رحنا الكوبرنيتس بسبب مجموعة حاجات. اول حاجة اللي هي السكيلينج، تاني حاجة اللي هي السيلف هيلينج، تمام، وحتة ان انا بقى عندي سكيلابيليتي اقدر ان انا سكيل في اي وقت انا عايزه، وحتة ان انا بقى عندي كونفيجريشن اقدر ان انا استخدمها ان انا ابديت الكلاستر، والكلاستر يبتدي ان هو يعمل اكشن. تمام. هنبتدي ان احنا نقف في المحاضرة ديت عن او السيشن ديت عن الحتة ديت. بس محتاج منكم المرة الجاية ان كل واحد يبقى عنده كلاستر، تمام، يحط كايند كلاستر، تستخدم دوكر ديسكتوب، تستخدم اللي انت عايزه، وتبتدي ان انت تكريت بود. عشان ان شاء الله من المرة الجاية هنبتدي ان احنا ناخد ابلكيشن ونبتدي ان احنا نكونفرت دوكر كومبوز لكوبرنيتس كلاستر. الحقيقة ان انا هبتدي ان انا اتعمد ان احنا هناخد الموضوع بشكل عكسي. هنبتدي ان احنا نعك كده شوية ونمشي ايدينا في الكونفيجريشن، ونبتدي ان احنا نعمل حاجات واحنا ما احناش فاهمينها، وبعد ما تعملها وتشتغل معاها نبتدي ان احنا نمسك كل حاجة نشرحها هي ليه كده شغالة وليه احنا عملناها كده. وصدقني الطريقة ديت هتبقى ممتازة جدا، وهتحس ان انت فهمت كل حاجة، بعكس ان احنا نقعد نمسك كل حاجة ونقعد نشرحها ففي الاخر تحس ان هي ملهاش لازمة. اتمنى ان كل الناس تكون يعني دي مقدمة بسيطة، واشوفكم ان شاء الله
الحلقة الجاية، ومع السلامة.